أرسنال سقط بدون مقاومة، وباريس سان جيرمان سيطر بكل أريحية. لكن المفاجأة الصادمة، أشرف حكيمي رغم تألقه أكثر لاعب تمت مراوغته في دوري الأبطال، وديمبلي خرج مصابا. فهل يتأثر باريس؟ كل هذه التفاصيل بالأرقام والتحليل في هذه الحلقة المليئة بالإثارة، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين الأعزاء في حلقة جديدة ومليئة بالتفاصيل المثيرة. اليوم سنفتح ملف مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال في دوري الأبطال أوروبا، ونتوقف مع أداء النجم المغربي أشرف حكيمي، ومعنا مفاجأة في النهاية، فابقوا معنا حتى آخر الحلقة. قمة أوروبية بلا نكهة. بصراحة وبدون مجاملة، مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان لم تكن كما توقعنا. كنا ننتظر مواجهة نارية بين فريقين كبيرين، لكننا شاهدنا أداء باهتا خاصة من جانب أرسنال. من وجهة نظري، أرسنال خسر هذه القمة ذهنيا قبل أن يخسرها على أرضية الملعب. الفريق دخل اللقاء وكأنه خائف، وكأن اللاعبين غير مستعدين للمواجهة. الأمر الغريب أن المدرب ميكايل أرتيتا لم يستغل نقطة الضعف المعروفة لدى باريس. كل من تابع مباراة باريس وأستون فيلا يعرف أن الضغط العالي على دفاع باريس يربكهم تماما، لكن في هذه المباراة تركهم أرتيتا يبنون الهجمات بهدوء. لم يكن هناك أي ضغط ولا استخلاص للكرة ولا حتى محاولة لإرباك الدفاع. وهنا نشارككم نقطة غريبة. لاعب نونو مانديز يوقف الكرة بكل برودة، وكأن لا أحد سيضغط عليه. ساكا كان قريبا جدا وكان قادرا على التدخل، لكنه تراجع وترك له المجال، وهذا يؤكد غياب الشراسة والضغط من جانب أرسنال. حكيمي ماكينة لا تهدأ. ننتقل الآن إلى نجمنا المغربي أشرف حكيمي. ما شاء الله، لاعب لا يتوقف، سرعات مذهلة، تحركات ذكية، ومجهود بدني كبير طيلة 90 دقيقة. كان حاضرا في كل مكان وساهم هجوميا ودفاعيا بشكل رائع. لكن دعونا نكون صريحين، هناك نقطة يجب أن يعمل عليها حكيمي بجد: المواجهات الفردية، واحد ضد واحد في أكثر من لقطة. خسر الكرة بسهولة، وفي إحدى ارتكب خطأ خطيرا قرب منطقة الجزاء بينما كان يملك بطاقة صفراء وكان على وشك الطرد، والأرقام تؤكد ذلك. أشرف حكيمي هو أكثر لاعب تمت مراوغته في دوري الأبطال أوروبا هذا الموسم ب 22 مرة. هذا لا يقلل من قيمته أبدا، لكنه مؤشر مهم، ولو طور من مستواه في المواجهات الفردية والعرضيات سيكون لاعبا متكاملا يصعب إيقافه. إصابة ديمبلي هل يغيب؟ في نفس المباراة تعرض عثمان ديمبلي لإصابة في أوتار الركبة. المدرب لويس إنريكي قال إن الإصابة خفيفة، والفحوصات ستجرى اليوم للتأكد من حالته. غياب ديمبلي إن تأكد قد يؤثر على انسجام الجهة اليمنى التي يشكل فيها ثنائيا رائعا مع حكيمي. وأخيرا، والآن جاء دوركم أنتم عزيزي المشاهد، شاركونا آراءكم في التعليقات. هل خسر أرسنال بسبب أخطاء أرتيتا؟ ما رأيكم في أداء حكيمي؟ وهل فعلا يعاني في المواجهات الفردية؟ وهل تتوقعون تألق باريس سان جيرمان أكثر في الأدوار القادمة؟ لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس، لأن الحلقات القادمة ستكون أقوى وأمتع. إلى اللقاء، استودعكم الله، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.